يمكن مش واخد بالك من حاجات كتير أبوك وأمك عملوها علشانك. أبوك يمكن في يوم راجع من الشغل تعبان، بس لما لقاك محتاج حاجة عملها علشانك. أمك اللي كان بتكون مضغوطة وتعبانة، بس أول ما سمعتك تنادي عليها قامت علشانك. وأكتر حاجة ممكن توجعك إنك تكتشف ده بعد فوات الأوان. المكان اللي كنت بتسمع فيه صوت أمك بقى ساكت، بعد ما الكرسي اللي أبوك كان بيقعد عليه بقى فاضي، بعد ما تفتح موبايلك وتدور على الرقم بس تفتكر إن الصوت اللي أنت كنت بتدور عليه وبتأجل مكالمته مش هو اللي هتلاقيه بيرد عليك. وساعتها هتفتكر كل مرة أمك قالت لك تعالى اقعد معايا شوية وأنت قلت بعدين هبقى نقعد. كل مرة أبوك قالك تعالى نقعد وأنت قلت أنا مشغول دلوقتي. كل مرة كانوا محتاجين منك حضن وأنت كنت مستعجل. مش هيبقى يا ريتني كنت اشتريت لهم أكتر، ولا يا ريتني كنت جبت حاجات أغلى. هيبقى يا ريتني كنت قعدت أكتر، يا ريتني كنت سمعت الحكاية دي للمرة المليون، يا ريتني كنت اتصورت معاهم أكتر، يا ريتني كنت حضنتهم لما كان عندي الفرصة. هتبقى كل حاجة يا ريتني.